النهارده هاكلمك على موضوع في غاية الأهمية وهو يخص الأرباح أو الفلوس بمعنى أصح. دلوقتي حضرتك زي ما أنت ما شايف قدامك الأرباح $20. ال$20 دي هنتكلم إمتى بتتحول من اليوتيوب لجوجل أدسنس، وإمتى جوجل أدسنس بيحول لك الفلوس دي لحسابك البنكي. لو أنت ما تعرفش سريعا كده في مدة دقيقة بالظبط، جوجل أدسنس هو الوسيط بينك بين اليوتيوب وبين حسابك البنكي. تمام، يعني يوتيوب بيدّي الفلوس لجوجل أدسنس، وجوجل أدسنس هو اللي بيدّيك الفلوس. تمام، تمام، عشان بس شرحها بسيط جدًا. حضرتك الأرباح اللي هم ال$20 دي إحنا لازم نفهم حاجة. في البداية أنا باخش على كلمة الإيرادات، وهتلاقي عندك برضه في برنامج استوديو يوتيوب اللي موجود في التليفون. دلوقتي الأرباح بتاعة ال$20 بتاعة أو $19.96 بتاعة شهر ديسمبر أو شهر 12، إمتى بتتحول في حسابك البنكي؟ بتتحول من يوم 4/1 إلى 14/1. إيه 4/1؟ ما هو 4 في الشهر اللي بعديه إلى يوم 14 في الشهر اللي بعديه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي أرباح شهر 12، طبعًا هو لازم الشهر يخلص بالكامل. يعني دلوقتي شهر 1 اللي شغال دلوقتي ده ما ينفعش آخد أرباحه ليه؟ لإن لسه بيجمع في البيانات بتاعته، لسه الشهر ما خلصش. لازم الشهر يخلص تمامًا يوم 31 أو يوم 30 شهر 12 يخلص بالكامل. طيب، في حالة إن شهر 12 خلص، ال$20 بقى بينطّوا في الحساب؟ لأ، مش بينطّوا في الحساب، مش بينطّوا في جوجل أدسنس على طول. أُمّال إيه اللي بيتم؟ اللي بيتم حضرتك إن يوتيوب بيبتدي ياخد الأرباح دي يعالجها. يعني إيه يعالجها يا محمد؟ هيتأكد من مصدر الأرباح دي إيه، يتأكد هل في نقرات غير شرعية، هل الأرباح دي متجابة بطريقة مش تمام، هل الأرباح دي مثلًا متجابة بطريقة مش ولا بُد. فبيشوف الأرباح دي مصدرها إيه، والأرباح دي تمام والّا مش تمام. يوتيوب عالجها وبنسبة 100% تمام، بيبتدي يحوّلها في جوجل أدسنس. بس عملية التحويل من اليوتيوب لجوجل أدسنس مش بتتم في يوم، لأ، بتتم من يوم 4 ليوم 14 في الشهر اللي بعديه. تمام. طب يا محمد، في ناس بيقول لك من يوم 7 ليوم 10، الناس دي صح برضه، بس أنا باحب برضه إيه، يعني أدّي براح، لإن أنا في بعض الأحيان في قناتي القديمة كان بيتحول لي يوم 5، يوم 5 لك أن تتخيل يعني. فأنا باقول لك الaverage التمام من يوم 4 ليوم 14. طيب، الأرباح دي وصلت لك أهو. يعني إحنا امبارح كان يوم 9، يعني امبارح كان يوم 9. لو دخلنا هنا في جوجل أدسنس هتلاقي الأرباح مسمّعة، اللي هم كان رصيدي 3174 زاد عليه اللي هم $19.96، اللي هم تقريبًا بتاع 1000 جنيه، 990 جنيه، حاجة زي كده. فبالتالي الرصيد ازداد زي ما أنت ما شايف، وده بالتالي يدل إن الأرباح امبارح اتحولت من اليوتيوب لجوجل أدسنس. طب محمد علاء خلاص بقى الحوار خلص كده؟ لأ، ما خلصش. جوجل أدسنس بقى بتحول لي الأرباح دي إمتى؟ في الحساب البنكي. طبعًا لازم يكون أقل حاجة $100 اللي هم 5000 جنيه مصري. تمام. شوف أنت بقى في دولتك عملة ال$100 دي تبقى كام. تمام، يعني أنت شوف ال$100 في الدولة بتاعتك يعملوا كام. أنا في مصر يعملوا 5000 جنيه. لازم الحد الأدنى للدفعة بتاعتي هو 5000 جنيه. طيب، طب يعني أنا يا محمد دلوقتي رصيدي أقل من 5000، هل هيبعتها لي؟ لأ، مش هيبعتها لك، هيصبر للشهر اللي بعديها. الشهر اللي بعدها لو جبت مليون جنيه طالما فوق ال5000 هيتحولوا في حسابك البنكي بتاعك، ما فيش مشكلة. تمام، تمام. طب التحويل بقى من جوجل أدسنس دي لحسابي البنكي بيبقى في مدة قد إيه؟ بنسبة 99% بيبقى من يوم 21 ليوم 25. تمام، بس بنسبة 100% بيبقى يوم 21. تمام، تمام. يعني أنت يا محمد يوم 21 الشهر ده مش هتقبض؟ لأ، مش هاقبض. ليه؟ لإن رصيدي ما جابش ال5000 في القناة دي. بمجرد ما يجيب ال5000 جنيه خلاص بابتدي الرصيد ده يتحول أوتوماتيك من جوجل أدسنس لحسابك البنكي. طب حساب البنكي ده باعرفه منين؟ ما هو ده حضرتك اللي أنت ربطته هنا أهو. ما هو ده الحساب البنكي ده، ده حسابك البنكي اللي أنا كنت عرّفتكم في الحلقة اللي ظهرت قدامك دي إيه أفضل حسابات بنكية تربطها بالجوجل أدسنس. أنا صراحةً كنت رابط البنك الأهلي، بس البنك الأهلي حاليًا مش بيدعم الربط بينه وبين جوجل أدسنس. يعني مش عارف، يعني هو في ناس كذا حد قال لي مش ما ينفعش، بس أنا صراحةً ربطتها في الوقت اللي كان نافع فيه. تمام. ممكن دلوقتي تربطوا بنك إسكندرية، يعني في بنك إسكندرية حساب الشباب عندهم يقدر تربطوا بيه دلوقتي جوجل أدسنس، وناس كتيرة ربطوا، وكان أقربهم المتوحد فكرة ربط برضه الحساب اللي هو بتاع بنك إسكندرية تقريبًا، وربط معاه وكان زي الفل. تقريبًا كان بنك إسكندرية أو كان بنك إيه مش متذكر الصراحة. تمام. بس عمومًا هي دي الفكرة. فأنت ملخص السريع بتاع الحلقة، الفلوس بتتحول من اليوتيوب لجوجل أدسنس في يوم 4 ليوم 14 من الشهر اللي بعديك. يعني أنت دلوقتي لو افترضنا إن أنت شهر 1، أنا أهو هاجي هنا أهو،
هاخش هنا أهو، أنا شهر واحد هنقول مثلًا حققت مثلًا فيه يا رب $100. طيب ال$100 دي بيسمّعوا في جوجل أدسنس إمتى؟ من يوم 4 ليوم 14 في الشهر الجديد، في الأغلب بيبقى من يوم 7 ليوم 10 في الأغلب يعني ده بنسبة كبيرة. تمام، خلاص يوتيوب راجع الحوار ولقى إن الأرباح تمام، بيبتدي الأرباح تنزل لك في جوجل أو في حسابك البنكي من جوجل أدسنس لحسابك البنكي يوم 21. بس يا شباب دي كانت كل حاجة بخصوص الأرباح. صلّوا على النبي واذكر الله، السلام عليكم، باي باي.